السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جدعان معايا فيديو جديد. هعرفكم أنا المعلقة اللي بحط فيها أكل الأرانب عندي شكلها عامل ازاي. يا جدعان في البداية كنت بستخدم طبق زي ده أو أي طبق، بس ما كانش بينفع لأنهم كانوا كل شوية بيوقعوه، فما كانش بيظبط خالص. عانيت كتير بسبب الحاجة دي، يعني دايما أنا بوقعوا الأكل مباكلش كويس وكده. فدلوقتي أنا جايب لكم حل كويس جدا وعملي وجربته وثابت يعني. طبعا يا جدعان الحل بكل بساطة ازازة مية، وهنقطعها كده من الشكل ده. يعني هوريكم دلوقتي نقطعها كده، نقطع نصها مثلا، مش نصها يعني، من العرض كده نقطعها. ده بيكون شكلها بعد ما نركبها الأرانب. بنحطها بالشكل ده، بنقطعها بالعرض كده، بنثبتها بأي حاجة في القفص بتاعنا أو السلاكة أو أي حاجة بتاعت الأرانب يعني كده بربي فيه. نظبطها بسلك، نثبتها من بره كده، ونثبتها من هنا برضو بسلك تاني عشان يبقى ثابت. والأرنب هنا بقى بتاكل، مهما حاولت توقع مش هيتحرك من مكانه، يعني مش هيقع ومش هتوقع الأكل، يعني الأكل ثابت هنا. فكده احنا بنوفر الأكل يعني بنظبط الدنيا الأرانب. زي ما انتم شايفين اهم الأرانب ما شاء الله عليهم، يعني تبارك الله. بالنسبة للمية، أنا بحط المية بتاعتي الأرانب هنا لسه هديهم مية. ليه بقى أحطها هنا؟ عشان احنا داخلين في حر وكده والجو يكون حراوي، فدي هتكون أنسب حاجة ليهم يعني. لان انا بحس ان القطاره مش هتكون كفايه في الحر، يعني اي حاجه تكون كده يشربوا بكميه كبيره وبراحتهم كده. وحتى لو يعني مثلا الجو كان حر قوي، ممكن تيجي عليهم شويه ميه او اي حاجه تطري عليهم يعني. طبعا لا يسأل ايه لازمه الطبقه اللي هحطها في النص دي، عشان القرار ما يوقعش الميه، ما يوقعش الطبق اللي في الميه ده. فبص دلوقتي هنصب الميه مع بعض، نصب لهم الميه كده هيجي يشربوا يعني ان شاء الله. اهو كده مريناها من الجنب، اتملت اهي. وطبعا ما شاء الله شوفوا يعني مقبلة على البتاع أوي، يعني بياكلوا منها كويس جدا ما شاء الله يعني. وطبعا شكلها اهي ما شاء الله، يعني مقبلين عليها وبياكلوا منها كويس أوي. فما تنسوش تذكروا الله. تاكل خشب مش عارف ليه. خدي ما تنسوش تذكروا الله يا جدعان، وتقولوا ما شاء الله يعني. واتمنى الفيديو يكون عجبكم وفدتكم بيه، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وشير عشان تعمل فايدة والإعجاب بالفيديو كمان. وإن شاء الله السنة فيديوهات كتير جاية مفيدة يعني إن شاء الله. وبس كده، كان معكم عبد الله في قناة مملكة عبد. معكم عبد يعني. يلا السلام عليكم.